السلام عليكم شباب. اليوم راح نحكي عن واحد من أكثر المواضيع اللي الناس تسمع عنه بس قليل يفهمه بشكل صحيح. الدارك ويب. قبل لا نبدي لازم نفهم شي مهم جدا. الانترنت اللي نستخدمه يوميا هو مو كل الانترنت، هو مجرد جزء بسيط من عالم أكبر بهواي. اكو ثلاث طبقات للانترنت. الطبقة الاولى هي الانترنت العادي مثل يوتيوب، انستغرام، جوجل. هاي كل الناس تستخدمه وانا واحد من الناس قاعد استخدمه وقاعد اوصل لكم الفيديو من خلالهن. الطبقة الثانية هي الديب ويب. هنا تنحفظ البيانات الخاصة مثل الحسابات، الملفات، قواعد البيانات. اشياء موجودة بس مو ظاهرة للبحث، يعني هسه انت ما تقدر تبحث عليها بجوجل او فايرفوكس، ما تقدر تبحث عليها ولا راح تلقاها. والطبقة الثالثة والاكثر غموضا هي الدارك ويب. الدارك ويب مو موقع واحد ولا برنامج واحد، هو شبكة مخفية داخل الانترنت ما تنشاف بالطرق العادية وتحتاج ادوات خاصة حتى توصل إليه. هنا راح تبدي القصة اللي الناس تخاف منها. ناس تتخيل الدارك ويب مكان مليان جرائم وهاكرز واسواق سوداء بكل زاوية، بس بالحقيقة مو هيج بالكامل. الدارك ويب بيه جانب قانوني، بيه صحفيين يستخدموه حتى ينقلون الأخبار بدون كشف هويتهم، وبيه ناس تحاول تحافظ على خصوصيتها في دول بيها رقابة قوية. بس بنفس الوقت لازم نكون صريحين، بيه جانب خطير جدا، لأن أي مكان مجهول ممكن يتحول إلى بيئة اغتيال أو تهديد إذا الشخص ما عنده وعي كافي. هنا المشكلة مو بالمكان نفسه، المشكلة باللي يدخل بدون معرفة. اكو روابط ملغمة ومواقع وهمية ومحاولات سرقة بيانات تصير بشكل مباشر بدون ما تحس. اخطر شيء مو انك تدخل الدارك ويب، الاخطر انك تدخل بدون وعي. واحد من اكبر الاخطاء اللي الناس تصدقها ان الدارك ويب بكل شيء خيالي وغريب مثل الافلام، بس هذا اغلب الكلام مبالغ به او غير حقيقي. الحقيقة هي مو كل شيء مخفي يعني خطير، ومو كل شيء ظاهر يعني آمن. الوعي هو اللي يحدد النتيجة. إذا ما عندك معرفة بالأمن السيبراني ممكن تنخدع خلال ثواني. وفي النهاية الدارك ويب الدارك ويب مو لعبة ولا مكان للتجربة الفضولية، هو جزء من الانترنت، استخدامات قانونية وبه مخاطر، والفرق كله يعتمد على المستخدم نفسه. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك، ونشوفكم بفيديو جديد في عالم الأمن السيبراني والتقنية، والسلام عليكم.